حزن الأب العميق ودموع الأم اللامتناهية، وثلاثة أطفال بالكاد يستوعبون ما حدث لعائلتهم. هذه هي وجوه العراق اليوم. أبو علي ليس متمردا، وأم علي ليست سياسية، فهما يعكسان العنف الطاحن للإنسان العراقي. انحدارهما للعذاب بدأ في 23 من يوليو تموز عام 2007، عندما انفجرت قنبلة في كشك العائلة البسيط لبيع البطيخ، الذي كان بالكاد يبعد 50 مترا من منزل العائلة. ابنهم علي الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما حينها، كان يفصله أسبوع عن زواجه، وقضى على الفور في التفجير، ضحية بريئة في بلد ذو عدد لا يحصى من القتلى والجرحى الأبرياء. خطيبة علي تزوجت لاحقا الابن الثاني علاء، واستمرت الحياة حتى 20 من يوليو تموز العام الماضي، حيث تحولت من زوجة إلى أرملة. العائلة كانت تستعد للذهاب في رحلة سنوية إلى النجف لتكريم روح ابنها علي، حينما انفجرت قنبلة أخرى بالقرب من نفس كشك العائلة. 2 من الأبناء علاء وعباس تركا الجامعة لدعم عائلتهما بعد مقتل علي، كانا يستعدان للبيع في ذلك اليوم، وقتل كلاهما بوابل من الشظايا. دليل قوة الانفجار لا يزال محفورا اليوم على الجدران المجاورة. 3 أبناء وتفجيران وعائلة ممزقة، لكن الأمر لا يتوقف هنا. بعد مقتل ابنيهما كان الابن الرابع في صدمة ورعب كبيرين ما دفعه للهرب، ولا يعلم أحد مكانه اليوم. السوق الذي كان كشك العائلة موجودا فيه لا يزال قائما اليوم، شاهدا على مقتل 3 أبناء لهذه العائلة، وتذكيرا لما حدث في عام 2007 والعام الماضي، الأمر الذي قد يحدث في أي وقت في العراق.